لو انت صاحب شركة وبتفكر تتعامل مع شركة تسويق، لازم تعرف ان كل شركة ليها نوع شغل وحجم وتخصص مختلف. فهتلاقي عندك شركات تسويق شاملة بتقدم كل الحلول زي تصميم المحتوى، التسويق الرقمي، الإعلانات التقليدية والبانرات واللوحات. كل ده ممكن تقدمه. وكمان هتلاقي شركات تسويق متخصصة بس في الديجيتال، بتقدم خدمات تسويق الإنترنت وبتدير السوشيال ميديا والاس او والاعلانات والحاجات دي كلها. كمان هتلاقي في وكالات متخصصة في خدمة واحدة بس زي إدارة السوشيال ميديا أو شركات الاس او. وهتلاقي اختلاف بين الشركات دي كلها على حسب حجم ونوع العميل. فهتلاقي شركات تسويق للمشروعات الكبيرة اللي بتشتغل باستراتيجيات ضخمة وميزانيات إعلانية عالية. وهتلاقي شركات تسويق للمشروعات الصغيرة والناشئة بتركز على الانتشار السريع وميزانيات وبادجت محدود. كمان لو انت صاحب شركة، لازم تعرف ان في فرق بين شركة التسويق والوكالة الإعلانية او الادفرتايزنج ايجنسي. شركة التسويق بتركز على استراتيجية الشركة بالكامل والبراند، اما وكالة الإعلان او الادفرتايزنج ايجنسي بتركز بشكل اكبر على الجانب الإبداعي وإنتاج الحملات الإعلانية والإعلانات المدفوعة وغير ذلك. طب ازاي تختار الشركة المناسبة ليك؟ لازم الأول تحدد الهدف والميزانية والخدمة المطلوبة، سواء تسويق شامل أو خدمة مثلا معينة، قبل ما تدخل التعاقد، وعشان تضمن إن يبقى فيه نتائج تتحقق إن شاء الله.